السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا بقى الجزء الثالث من رحلة بورسعيد. هنا صحينا الصبح على الفطار اوبن بوفيه. فين بقى المطعم؟ فوق خالص اخر دور ال11. دخلتي بقى تاخدي الطبق بتاعك، تشوفي اللي انت عايزاه. في بقى ما تشتهي الانفس زي ما بيقولوا، تاخدي اللي انت عايزاه. هنا طبعا انواع العيش كلها. في العيش الكايزر، في اللي هو التوست، في الفينو، في بلدي، في اللي هو الكرواسون، في حاجات كتير، هي معجنات كده كتير بقى. في سلزونات كتير بقى، انواع كتيره بالجبنه ومن غير. هنا الفينو اهو. لا، انواع عيش اللي انت عايزاه بقى، تاخدي اللي انت عايزاه وبتاخدي طبق، تاخدي الحاجه بتاعتك اللي انت عايزاها ايا كان هي الحاجه. انت بتشوفي هتاكلي ايه يعني. طبعا هنا في فول. الفول ده بوريه مهروس بالطحينه، كان حلو قوي. احنا فضلنا ناكل فول من ده، ما خدناش من الفول هو زيت والليمون اللي هو مش مهروس ده. بس تاخدي بقى على قدك يعني، مش لازم تنجي الطبق، تاخدي على قد ما انت هتاكلي يعني. وهنا في بيض مسلوق، وفي جنبه البدنجان دوت وفلفل وبطاطس مع بعض زي المسقعه كده، او بدنجان بالصلصه على حسب ما انتوا بتقولوا. ودي بطاطس بوريه بس حاميه، وهنا جنبها سوسيس. هنا بقى اللعب كله. هنا بقى البنوته دي بتعمل اومليت. لا بجد، بتمسك كده الطاسه وتقلب كده البيض كده على فوق. تقوليش الطاسه فيها مغناطيس، انت على حسب ما انت عايزه بقى. عليه فلفل وطماطم على كده يعني، على حسب ما انت عايزه. هنا بقى السلطات، في طماطم متقطعه، خيار، كابوتشي، جبنه قديمه. دي جبنه قديمه، وجنبها صلصه زبادي. وهنا بقى المشهيات بقى، واو، مخللات. ده مخلل اهو، انواع كلها. وهنا ده بصل بس، وزياد توميه، وده فلفل. وهنا بقى البدنجان ده بقى كان بجد رائع، اكتر من رائع، كان تحفه حلوه قوي. هنا بقى اللانشون اهو زي ما انتم شايفينه كده، بتاخدوا على حسب ما انتم عايزين. وهنا الجبن بقى جنب بعض، في جبنه بالزيتون، جبنه بالحبه البركه، جبنه بالزعتر، على حسب ما انت عايزه. وجبنه تركي اهي، او رومي عشان احنا اسكندرانيين بيقولوا تركي. ودي زبده، وده عسل وطحينه على بعض. ودي مربى تقريبا فراوله، ودي مربى تين. وده فروت سالاد. فروت سالاد بجد كان تحفه، كان حلو قوي. لا كان جميل الصراحه. هو حلو ان هو مفيد يعني، احسن من الشاي والكلام ده كله. طبعا كل واحد بياخد الطبق بتاعه وبيروح على على الترابيزه بتاعته ويفطر وكده. وبعد ما بيفطر طبعا بيشوف هيشرب ايه. هنا عاملين مكان كاتل كده، في ميه مغليه، وكاتل تاني فيه لبن. انت بقى عايزه تعملي نسكافيه، عايزه تعملي شاي، عايزه تعملي اي مشروب اعشاب زي ما انت عايزه. في عصير اناناس اهو. جيت بقى ببص بقى على الفيو من فوق، من الدور ال11 بقى، انا وريت لكم الدور السادس، ده الدور ال11 بقى من فوق. ده المسجد اللي هو مسجد الشاطئ، والمنظر من فوق اكتر من رائع. شايفين بقى كل حاجه. ولو تقربوا الصوره، لا بجد الحاجه كمان من قريب احلى احلى بكتير. انا عشان مصوره بس من على بعد، بس فعلا كان شكل حلو قوي. الشكل من فوق كده جميل، رائع اكتر من رائع. هنا بقى لما نزلنا بقى خلاص فطرنا، رايحين بقى نعمل جولة سريعة. فقلت اصور الاوتيل من بره، صورت الاوتيل من بره. وجيت بقى عربية تاخدنا تودينا بقى دي جولة حرة، مش حاجة انتي لازم تروحيها يعني، او برنامج ماشي عليه، لا انتي جولة حرة بقى براحتك. ركبنا العربية بقى ومشينا. اول حاجة رحناها المعدية. المعدية دي بجد متعة، والله العظيم متعة. انا بقى اول مرة اشوف الحاجات دي على الحقيقة وعلى الطبيعة. انا اول مرة اروح بورسعيد اول مرة. هنا بقى دي معديه برضو. شايفين دي اللي قدامكم دي كلها انا راكبه زيها يعني، انا راكباها زيها كده بالظبط. شايله بقى عربيات، وشايله بني ادمين، وشايله كل حاجه. بصوا دي كمان هي شايله عربيتها زي ما انتم شايفين. دي راجعه، واحنا رايحين البر التاني بقى، رايحين جبل الملح بقى، واوريكم بقى الاماكن الجميله اللي هناك. هنا بقى كان في كان عاجبني قوي قوي طيور النورس. يعني هنا بصوا هنا المعديه ما كل حاجه مترقمه. دي معديه سيناء رقم 8 على حسب يعني. وبقول لكم طيور النورس بقى صوتها فوق يعني، جميل قوي قوي، حلو قوي. بعدين بيقول لك لما معاكي عيش، بترمي عيش في الميه، طيور النورس كلها بتتجمع
تاكل العيش اللي انت رميتيه ده. احنا للاسف ما كناش عاملين حسابنا في الحته دي، عشان اول مره اروح، فانا مش فاهمه بقى. المره الجايه ان شاء الله اعمل حسابي. بيرموا العيش في الميه، طيور النورس تتجمع كلها، تروح جايه واكله العيش اللي انت رميه ده. بصوا منظرها وصوتها بقى، صوتها جميل قوي 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 بجد. صوتها حلو. انا كان عاجبني الموضوع ان كل حاجه بطبيعتها وكل حاجه فاهمين يعني، شايفه كل حاجه بعينيا، مش تلفزيون بقى وحد بيحكي لي او بتاع، لا انا شايفه بنفسي. لا متعه، نفسي تروحوا والله. اهي بصوا دي بعيده خالص، دي معديه بس بعيده خالص عننا. ما تحسيش بقى بخطخضه كده ولا بتعب، لا عادي خالص يعني، كانك واقفه عادي على الارض يعني، مش حاجه بتميل بيكي ولا حاجه، لا تمام يعني. بتعدي بقى البر التاني، وروح رايحين بقى ايه، جبل الملح. جبل الملح بقى ده بقى اقول لكم ايه، بجد كان نفسي اروح يعني. انا قلت اول ما هروح بورسعيد لازم ان شاء الله ان شاء الله اروح جبل الملح. لما روحته حسيت نفسي كده ايه، زي ايه، حاجه اتمنيتها ولقيتها يعني، او حققتها بمعنى اصح. هنا بقى المسافه طويله جدا وبعيده جدا عند الونش اللي هناك ده، المفروض انا ادخل جوه، بس انا طبعا ماليش في المشي اصلا، المفروض انا ما امشيش كتير يعني عشان صحتي. فقعدت امشي بقى واحده واحده، عشان خاطر عايزه اجيب لكم الونش وهو بينزل الملح. دي الجبال دي كلها جبال ملح على فكره، بس مش متكرره. اللي هناك بقى الونش بينزل ملح ابيض، بصي يا سبحان الله، كانه شبه الماس كده. هو الملح خشن قوي، فتمسكيه شبه الالماس في ايدك، حلو قوي. طبعا ايه، انا مشيت بقى كل المسافه دي عشان حبيت اوريكم المنظر من قريب. كنت ممكن اوريكم كده وخلاص، لكن لا، فضلت ماشيه. لو تاخدوا بالكم الكاميرا بتتهز معايا، لان كانت رجلي وجعاني جدا، داخله والله بالعافيه يعني، بالعافيه بجد. بس حبيت زي ما انا شفت لازم اوريكم اللي انا شفته، كانكم كنتوا معايا بالظبط. مشينا بقى السكه دي كلها، واللي معاه كيس بقى الشاطر وفاهم معاه كيس بقى، هياخد حبه ملح معاه، يقولك الملح الخشن ده حلو جدا وصحي ومش عارفه ايه. احنا طبعا مش معناش اكياس ولا معانا ازاز ولا معانا اي حاجه. في ناس بقى فاهمه وبتعبي بقى وتاخد وكده، احنا لا ما عرفناش. هنا بصوا بقى الملح بينزل ازاي، بينزل ابيض ايه، فله كده زي ما انتم شايفينه. شفت الجبل كان لونه غامق ازاي، بصوا بقى ده نازل متكرر ونضيف ازاي، ولسه بيعمل كمان يعني معالجه تاني فيه يعني، مش هو كده وبس، لسه بيعملوا معالجه تانية برضو فيه. وهنا بصوا اهو، بصوا قبل ما يتكرر لونه عامل ازاي. بصوا الجبل اللي هناك ده ابيض ازاي. لا بجد حلو. انا اول مره الصراحه اشوف الحاجات دي على الطبيعه يعني، انا عارفه وبقرا عن الحاجات دي وبشوف صور وبشوف فيديوهات، بس ما اعرفش انها اشوفها على الحقيقه كده. وهنا كان في تمثال ديليسيبس، بس دي القاعده بتاعته، هو التمثال مش موجود بس دي القاعده بتاعته. المفروض ديليسيبس ده فوق، ده لو تفتكروا فيلم ابو العربي، وابو العربي كان عامل لابوه تمثال، كان هو فوق المقعده دي، والمقعده دي اللي هي بتاعت ديليسيبس كانت بترقص فوقيها منى الشلبي لو تفتكروا، طلعت فوق ورقصت، ما اعرفش الصراحه طلعت ازاي. وهنا الاقفال دي بقى ليها قصه، انا مفكراها الاقفال دي ايه، للعشاق بقى والحبايب ومش عارفه ايه والكلام ده، زي في تركيا. لا ده هنا بيقول لك ايه، بتوع الجيش لما بتخلص الراجل يخلص مدته او الشاب يخلص مدته بتاعت الجيش، بياخد القفل بتاع المخله بتاعته ويحطه هنا، يعني ذكرى ان انا خلصت خلاص المده بتاعتي، وياخد بقى القفل بتاع المخله بتاعته ويروح ايه حاططها كده. بصوا جبت لكم بقى ايه القاعده من الناحيه التانية، مكتوب عليها بالانجليش ايه، ديليسيبس. انا كنت مصوره من الناحيه التانية. كل حاجه في بورسعيد لها اصل وليها معنى وليها قصه. دي بقى حديقه ايه، حديقه فريال. الشجر مرسوم، الشجر مرسوم، الوان الزرع تحفه، حلوه قوي 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 قوي. بس وانا بصور بقى كده، جيت في الاخر ايه، قطه راحت هجمه عليا وماسكاني من رجلي، عفقاني من رجلي. انا طبعا شايله الصوت، انا صوتت الصراحه وما كملتش بقيت تصوير الجنينه يعني. بصوا هنا شكل الزرع وشكل الشجر حلو قوي. في شجره هتقابلكم كانها عليها سفندي، ايوه هي دي، هي شبه شجر السفندي، بس ده ايه، عليه ورد اصفر يعني. بصي شبه شجر السفندي قوي، بس هي مش سفندي طبعا، هي مش جنينه فاكهه، دي حديقه يعني، جنينه عادي فيها زرع وزينه زي ما انتم شايفين كده.
وهنا الحمام بقى ده، الحمام ده انت لو معاكي غلا وترميها كده يتلم عليه، وتتصوري صورة كده بتبقى منظر الصورة برضو رائعة، بتبقى حلوة. بس طبعا انا كنت بصور من العربية خلاص ما قدرتش انزل، وانا قاعدة جوه العربية كده بقيت اصور. عايزاكم بالله عليكم لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش بلايك ودعوة حلوة ماشي، وكومنت حلو. ولو انت من بلد مش من اسكندرية ولا من مصر قولي برضو انت من بلد ايه على راسي يعني. ما تنسونوش في اللايك والاشتراك. وهنا بقى دي اسمها كاساتا، ده ايس كريم معروف هناك اسمه كاساتا، تروحي تقولي انا عايزه اكل كاساتا. تحفه بقى، اكتر من رائع، جميل قوي قوي قوي. اهو رجعنا تاني بقى كده على الاوتيل. ليه؟ عشان هنركب الباص بقى ايه اللي هو هيروحنا بقى اسكندريه. ركبنا الباص وتمام، كان الايس كريم بتاعنا تمام تمام، وايه رحنا راكبين الباص وتمام بقى ايه رايحين جايين على اسكندريه بقى كده خلاص. دي شوارع بقى بورسعيد. انا هسيبكم مع الفيديو وهقول لكم تاني ما تنسوش اللايك، ما تنسوش الاشتراك في القناه اللي ما اشتركش، وكومنت تحفيزي عشان يوصل لكم كل جديد، وكل حاجه هعملها هنزلها لكم على القناه. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.